كنت عارف إن عليك هنا. ايه اللي جابك؟ قصدك اللي جابنا. طبعا دلوقتي عرفت احنا جايين ليه. وانتوا عارفين اجابتي وعارفين قرار. طب والناس اللي بتحبك متقلقش، مع الوقت هيبطلوا يسألوا وينسوني. هينسوك كيف يا بيه؟ انت ما خبرش معزتك عند الناس؟ وبعدين انت خابر كام شخص اتغير من فيديوهاتك، وكام شخص كان شايل هم الدنيا وما فيها وبكلمتين منك فاق لنفسه ولحياته، وكام شخص كان فاقد الامل وبقصصك وبحكاياتك رجعت له الامل من تاني. القبول ومحبة الناس نعمة كبيرة قوي من عند ربنا يا بيه، ولو ما قدرناش كويس تزول من وشنا يا بيه. مش انت اللي علمتنا كده برضك؟ ايه يا بواب، انت المفروض ان انا اقول الجمله دي، ما انتوا اللي واقفين ساكتين وانا حافظ المشهد كله. ده انت حته بواب، انت عيل كومبارس يا كومبارس يا كومبارس. اسمع عم اقول لك، انا ساكت لك بس عشان البيت. ايه انت وهو، احنا في ولا في ايه؟ وانت مش شايف البواب ده بيعمل ايه؟ بقول لكم ايه، ريحوا دماغكم، انا مش هصور تاني. ليه كده يا ميدو؟ عشان تعبت، عقلي تعب من كتر التفكير في القصص والفيديوهات. ولا عيني، عيني اللي ضعفت من كتر السهر، التصوير والمونتاج. ولا قلبي اللي وجعني لما شاف اصحاب الهلس المحتوى التافه بيتكرم، وانا واللي زيي اللي مطلوب مننا ان احنا نسقف بس. صدقني يا ميدو، انت مش محتاج تكريم، تكريمك لحياة عند ربنا، وكفايه ان امك وابوك فرحانين بيك يا اخي. ماشي، صوروا انتوا وانا بعد اسبوع ولا اتنين ابقى اصور. مش هينفع نصور من غيرك. اشمعنى؟ عشان احنا شخصيات جواك انت وبس. يعني ايه؟ القبول ومحبة الناس نعمة كبيرة قوي من عند ربنا يا بيه، ولو ما قدرناش كويس تزول من وشنا يا بيه. مش انت اللي علمتنا كده برضك؟